بس خلاص لحد هنا وكفايه، لحد هنا وكفايه خلاص. رنا مطر خلاص جبتي العيد. والله لا والله اكثر من كذا، لا والله جبت العيد. خروف كامل يا ظالمه، خروف كامل تاكلين يا ابوي. الخروف هذا انا وقبيلتي باكله، خروف ما شاء الله ما شاء الله. لكن خروف كامل لوحدك تاكليه؟ لا والله شكل رنا تسوق امها، لا والله شكل رنا تسوق امها. يمكن توقف المقطع وتخلي فريق العمل يجي ياكل معاها وبعدها تكمل تعمل نفسها انك اكلت الخروف لوحدها. لا والله احتفالية المليون متابع هذه يا رنا، لا والله جننتنا. خروف كامل يا رنا، خروف يرحم جدك، ما شاء الله تفهم العين. لكن خروف يا بنت الناس، خروف يا ناس الحقوني، خروف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. متابعين مستر دحوم، ورجعت لكم بمقطع جديد. فكرة مقطع اليوم زي ما شفتوا من البداية، جاب العيد، رنا جابت العيد، رنا مطر جابت العيد، ما شاء الله تبارك الله. اول شيء وانا قاعد اقلب في التيك توك، قاعد اتصفح على التيك توك شوية كذا يطلع لي فيديو لرنا مطر وهي قاعدة تاكل خروف كامل يا رنا، خروف كامل تاكلين نفسك. اول شيء انا شكيت في الامر، قلت لا تكون خروف كامل هذه بعقلها هذه. بعدين جيت دخلت حسابها، قلت بشوف هل هذه تاكل خروف من صدق ولا قاعد تسوق امها علينا توقف الكاميرا ويجوا فريق العمل ياكل معاها. بس لهنا وكفايه، ما بجيب اكثر من كذا. بغيتوا تعرفوا قصه رنا مطر وايش سالفتها، وهل هي صدق بتاكل هذه الاكلات كلها بكميات هائله بجسم الانسان هذا البشري ما يقدر يخلصها. بفكره المقطع اني بشوف فيديوهات لرنا مطر، فيديوهات بنشوف الاكلات اللي رنا مطر تاكلهم، بنشوف الفيديوهات وبعدين في الاخير بوضح لكم ايش السالفه وليش رنا مطر تاكل هذه الكميات الكبيره، وهل هي رنا مطر تاكل هذه الاحجام الكبيره مشان مشاهدات ولا من جد هي تاكل هذه الاحجام الكبيره من الاكل. تابع المقطع لين النهايه، ولكن لا تنسى اللايك والاشتراك، ويلا نبدا. وبسم الله نبدا باول مقطع لرنا مطر، وبنشوف الاحجام الكبيره من الاكل اللي قاعده تاكلها. بسم الله نبدا باول مقطع. وتحدي اليوم ستيك ساندويتش، تتوقعوا قد ايش اقدر اخلصه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم جبنا لكم اكثر واحده كتبتوها في الكومنت، رنا مطر، نبى رنا مطر، جبنا لكم رنا مطر. السفاح البشري رنا مطر، السفاح البشري. اقفل التحدي اليوم خلاص. 3 2 1 ليتس جو. بسم الله ما شاء الله. استنوا لحظه، الحين بتاكل هذه كلها. شفت السندوتش هذا كله يا ابوي بطولي، السندوتش بطولي يا ظالمه. خلونا نشوف هل تقدر تكمله ولا لا. يا جماعه اذكروا الله، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله. كم تقييمك للساندويتش؟ مليون من 10. مليون من 10. ما شاء الله ما شاء الله. عدت الان دقيقتين وربع الساندويتش راح. ما شاء الله. متى اخر وجبه اكلتيها اليوم؟ ماني فاكره والله، يمكن من قبل. ما هي ذاكره متى اخر وجبه اكلتها يا ولد الناس. ما شاء الله. احسها بتشبع. خلاص تجي خروج. اوسع مساحه. والله يا دي يا رب القهوه بنت مجنونه ما هي صاحيه. خلاص ليه؟ من قدم من الجمال. نعلن الانسحاب. سحبت. ولأول مرة رنا تنسحب من التحدي. دقيقة، انسحاب ولا لا؟ نرجع نكمل التحدي ونقول الو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقدر تخلص التحدي ولا لا؟ والله سندوتش قسمتها الاربع انصاف. ماشي. هذه الاربع الانصاف بقعد اكلها انا واهلي وقبيلتي والحاره كامل. ما شاء الله تبارك الله. حلو. أربعة ما شاء الله. والله ما قادر ايش اقول. ما شاء الله. اهم شيء نقول ما شاء الله تبارك الله. كمل الفيديو. ما شاء الله. يلا رقم قياسي جديد. ما شاء الله تبارك الله. 7 دقائق و21 ثانية. مبروك. تقييمك الساندويتش؟ تحفة. لا خلاص تو ماتش كذا علينا. كسبتي معانا تيشيرت اي بيت ذا مونستر. سلفين التيشيرت. ما شاء الله. هذا اول فيديو، عادكم ما شفتوا شيء. هذا اول فيديو لواحد سندوتش اكلته. بسم الله نروح للفيديو اللي بعده. تحدي اليوم علبة ولا انا هيا خذوا لكم السكريات. علبه نوتيلا بتاكلها كامله. شوفوا خلونا نشوف المقطع. علبه كامله نوتيلا وزنها تقريبا كيلو نوتيلا. يا يرحم جدك والله بتسمني، مع انه ما هو مأثر فيها ولا بتسمن. عود نحافتها. بسم الله شوف. عاملة نوتيلا. اكيد ثقيله اكيد. ونحركها شوية. التحريكه ضروري.
والمشروب السحري هيكون حليب. ما شاء الله اول لقمة عوافي ما شاء الله عوافي. ما شاء الله تبارك الله. اعطيه قدام روحي ما شاء الله. كملي عوافي عوافي. علبة كاملة نوتيلا. والله اللي قاعد تسوي شيء مجنون. وخلصت علبة نوتيلا كاملة في دقيقة و56 ثانية. اكتبوا لي تحت ايش التحديات الجاية الممتعة. دقيقتين علبة نوتيلا ما شاء الله والله ما شاء الله. ورب الكعبة نحن نعرف البنات دلوعات تكلين على شيء وخلاص لقمتين 3 لقمات بالكثير شبعت. اما رنا مطر ما شاء الله قفلت ملف البنات. اقسم بالله قفلت الملف ورب الكعبة. يا ابوي تاكل بجاح ورب البني ادم الولد الشاب ما ياكل زيها اقسم بالله. ما بالك البنات انا عارف البنات دلوعات كل 3 لقمات على الخفيف ما شاء الله. سندوتش نوتيلا. عدنا الجايين بنشوف الله اعلم ايش يطلع معاها. بسم الله نروح المقطع الرابع. تحدي اليوم رين دبي تشيز بوم 10 حبات. تتوقع بقد ايش اقدر اخلصها؟ جاهزة؟ 10 حبات. شوفوا 1 let's go. شوفوا الحبة كيف كبرها. ها زي كذا. ها زي كذا الحبة كبرى. الحبة زي كذا ما شاء الله تبارك الله. والله ما اقول له ما شاء الله. بعدين سكريات يا بنتي والله يضرك. والله سكريات والله اقسم بالله يضرك. قدام روحي عوافي يا بنت الناس. من حقش والله ختمت ملف البنات والله. ما شاء الله خلصت 10 حبات تشيز بوم في 6 دقائق و23 ثانية. اكتبوا لي تحت ايش تتوقعوا التحدي. في 6 دقائق يعني متخيلين 10 حبات في 6 دقائق يعني الحبة زي كيف كبرى. قلت لكم زي كذا بتكون الحبة زي كذا. 10 حبات ب 6 دقائق. يا ظالمة ارحمي نفسك يا بنت بتموتي. اهلك عادهم يشتوش لا تغرش المشاهدات يا بنتي. اهلك يشتوك يا بنت الناس تموتي عليهم. يلا بسم الله نروح للمقطع اللي بعده. اليوم بنشوف فيديوهات رنا مطر. اليوم عليها فيديوهاتها. بسم الله الحين الفيديو الخامس ما ادري السادس. المهم ما انا داري ايش من فيديو. المهم هذه بتاكل ايش. يلا بنشوفها. تحدي اليوم عريكة جنوبية من يد الخالة سمير. وتهل لكن لا تقولي لي انها بتخلصها كامل صدق يعني. أريكة يا ظالمة. بسم الله شوف تحدي اليوم عريكة جنوبية من يد الخالة سمير. يا ويلي ما شاء الله. اوه لو عندك انا معزوم ويا سلام. وترى هذه اللي في النص اسمها رضيفة. هنا النكهة كلها. تحتاج عضلات انت اليوم. 3 2 1 ليتس جو. ما شاء الله. لا والله لو خلصتها مش بطل ما شاء الله. والله مش بطل ما شاء الله. كلها زيوت والله كلها زيت. شوف كيف. لا تقول لي بتخلصها كامل يا بنت. هدي شوي. حقوني. والله خلصتها. حافظت يا عريكة في دقيقتين و37 ثانية. لا اشرب الزيت. اشرب الزيت كملي. انكبت انا والله انكبت ما شاء الله تبارك الله. وخلصت حافظة عريكة جنوبية دقيقتين و37. اقسم بالله الاريكة هذه والله ما تعرفوا ايش من كثر اذا انت ميت جوع وجيت بتاكل عصيدة هذه ما ادري اريكة ورب الكعبة تاكل 3 ولا 4 لهم بالكثير والله شبعت لانها مخرجة زيوت كلها زيوت وصليط ورب تشبعك في 3 لقم. هذه خلصت حبة كاملة يا ظالمة. والله اني انا واهلي والله ما نخلصها هذه والله ما نخلصها. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. خلينا نكمل. ثانية اكتبوا لي تحت ايش التحديات الجاية. شيت. استمتاع ابا. لا عاد في حبة ثانية وسط استمتاع. خلاص يا عبد الرحمن. طيب ما بقيت لي نص. يا ناس وتجلطني هذه البنت. لا ايش يقول العريكة الجنوبية ثقيلة مرة لذيذة. بس يبغالي 4 5. سمعت ايش يقول؟ تشتي 4 5 عوافض
ستي 5 حوافظ. اوه بتقتلنا هذه البنت وبتقتل نفسها. ثنتين والله ثنتين، والله ماني قادر استوعب، اقسم بالله ماني مستوعب. ثنتين ارايك عصيده، ثنتين حبه، والله ما نقدر نخلصها نحن. ما شاء الله ما توم العين، توم العين، ماشي حولش والله ماشي حولك، ما شاء الله تبارك الله. هذا الفيديو الاخير اللي قلت لكم جلطني انا، مفتح كامل مفتح كامل قاعده تاكل، شوفوه. وتحدي اليوم المفطح، فطح كامل. تتوقع بقد ايش اقدر اخلصه؟ مفتح. انتم متخيلين؟ تخيلين خروف كامل، خروف وزنه اكثر من 30 كيلو، الاكل فين يروح؟ وين يدخل الاكل؟ يخرب استغفر الله، يتسرب من تحت ولا كيف؟ الاكل فين يروح؟ خروف كامل معاه رز وصوص، ما شاء الله، وين يروح الاكل؟ بس ايش تعرف؟ اتوقع جسم رنا مطر ما شاء الله، ما شاء الله، الله لا يضرش، ما شاء الله. اتوقع جسمه هذا قلب، كبده، شرايين، امعاء، كرش، ماشي، شكله ما فيش معاه كل هذه الاشياء، والله شكله تقريبا بطن بس من هنا لين تحت، هذه كلها بطن بس، حق الاكل كل الاكل يتعبى هنا لين هنا، خلاص هذه هنا يعني امتلى الاكل، ما عاد تاكل لقمه تطلع من فمها، تاكل لقمه، ما شاء الله، الله لا يضرش ورب الكعبه، الله لا يضرش، ما شاء الله. خروف كامل، والله مستغرب فين يروح، فين يروح هذا الخروف، فين يروح، فين جننتينا ورب الكعبه، ما شاء الله. خلينا نشوف، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. واخيرا تحدي المفطح اللي كنتوا بتطلبوه مني، وكنت مره متوتره وخايفه من هذا اليوم. واول ما دخل الخروف حسيت اني ممكن افشل وما اقدر اكمل التحدي. واول ما بدانا نفك الخروف وطلعت ريحته حسيت اني مره اشتهيته، والفريق حمسني ورجعت لي ثقه من تاني. والتحدي كان لذيذ بس مره صعب، وهنزل فيديو كامل بكل التفاصيل وخلف الكواليس في الاحمر. وهنا استعنت بعبد الرحمن عشان يساعدني في تقطيع الخروف، ولو اللحم كان بدون عظم ودايب اكثر اتوقع كنت خلصته في وقت قياسي. ايش رايكم انتم؟ وطبعا التحدي على اللحم بس بدون الرز والشحم. وفي هذه المرحلة بدأت أتقل من كمية الأكل، فقلت أقعد عشان أكمل باقي. من كثرة ما إنه الخروف كله لحم ثقلت، قالت بجلس، ما شاء الله جلست من كمية الأكل اللي دخل بطنها، ما شاء الله تبارك الله. تحدي باستمتاع. ما شاء الله. نص ساعة. هذه اللي سوينا عزيمة احنا والشباب، وربي بنقعد عليه ساعة، هي نحن ساعة بنقعد عليه مفطح كامل، ما شاء الله، وربي ماني قاعد استوعب، اقسم بالله ماني قاعد استوعب لهذا الشيء. 2 حوافظ اريكة، ما ادري عصيدة هذه، وخروف كامل مفطح، وحلا 10، الله يعلم ما دخلنا حسابه وشفنا العجائب، ما شاء الله تبارك الله. والله صدمتني، اقسم بالله صدمتني. اول بنت هذه قفلت تاريخ البنات، ما شاء الله، قفلت ملفهم. عمركم شفتوا بنت كذا؟ ما نشوف الا الصينيين هذول ياكلوا لك على قليل، لكن بنت اول مره. لا ليش تتزوجي سحس؟ والله ينبغي لكم 2 سفاحين، سحس ورنا مطر، الله يجتمعوا 2 في تحدي واحد. تحدي مين ياكل الفيل؟ يا ربي ما تقعصني. فيل كامله انت وسحسه، هذا ان شاء الله مقطع تسووه، فيل كامله. اشوف من يخلص، انت واحده، اشوف من يخلص، يلا. بس شفنا مقاطع رنا مطر والكميات الكبيره اللي من الاكل اللي قاعده تهضمها، بس والله ما ادري انا الاكل هذا فين يروح، هل يعتصر سريع في المعده وينزل تيشيرت لتحت؟ الله اعلم رب الكعبه، ما شاء الله تبارك الله. استغرب الاكل معدتها زي كذا، المعده والله صغيره كذا، الاكل فين يروح فين؟ ما شاء الله. بس المهم لا اكثر في الكلام، وبوريكم ايش قصة رنا مطر، وهل الاكل هذا كله بتاكله من صدق؟ اللي ما يعرف ايش قصة رنا مطر هي قالت عندها مرض مناعي، يعني هذا المرض المناعي يخرج كميات بوتاسيوم كثيرة من جسمها، والله ما اعرف ايش هذا البوتاسيوم، لكن هذا اللي فهمته انا. يعني المعدة بدل ما هي تدخل الاكل تخرج الاكل، يعني تشتغل عكس شغلها المعدة، فهذا هو كان المرض. وبعدها رنا مطر الحمد لله تشافت، ولكن بعد ما تشافت ايش صار لها؟ طلعت لنا العجائب.
صارت تاكل الاخضر واليابس، هم ما شاء الله تبارك الله. رجعت بدل ما اول كانت مريض بالحين متعافيه، كل شيء تبلعه الداخل ما شاء الله تبارك الله. خلونا اوريكم شويه من المقطع. كيف كانت بداياتك مع موهبة تحديات الأكل؟ كيف بدأت؟ ودنا نعرف أكثر الصراحة. بدأت بعد ما الحمد لله شفيت كان عندي مرض مناعي، وكنت مرة تعبانة في وقتها، وبدأت فعلا حالتي تتدهور. بس خلينا نقول انه انا ما كنت عارفة وقتها انه ايش سبب المرض الفعلي، هل هو فعلا مناعي ولا جيني. ناس كانوا يقولوا جيني، ناس كانوا يقولوا مناعي. وهنا بدأت ما بس رحلة التشافي، بدأت رحلة اني اكتشف مين رنا وايش قدرات رنا. وبعد شهر بدأت أعراض المرض الحمد لله تتلاشى شوية شوية. طب معلش بس إيش كان المرض يعني؟ إيش كان تشخيص؟ المرض كان جيتلمان سيندروم. أوكي. مرض هو مناعي. مرض مناعي في الكلى، هو جيني في جينات العيلة يعني. بيكون عبارة عن إنه بيمسك المعادن والفيتامينز ويخرجها برا الجسم بدل ما إنه يدخلها. يعني الكلى بتشتغل عكس شغلها. أوكي. وكانت تطلع نسبة كبيرة من البوتاسيوم من جسمي، والبوتاسيوم عشان يرجع يدخل للجسم تاني هذه حكاية يعني قصة ألم لا تتخيليها. أنا كنت آكل نفس كميات الأكل الكبيرة حقتي، ما كانت تأثر، ما كانت تأثر في جسمي نهائي. وجهي كان هيكل عظمي. كانوا يقولوا كيف كذا، بس لأنه دواء البوتاسيوم جدا قوي، فكان لما ينأخذ مع الأكل بسرعة ينزل من الجسم. بس هذا كان مقطعنا، لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. كان معك عبد الرحمن من قناة مستر دحوم. خليكم على الانتظار ان شاء الله، فيديوهات جدا اسطورية بتنزل مع الايام القادمة، فيديوهات من العيار الثقيل وبس. بيساوند.